السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة الأساسيات في اللغة الإندونيسية. احنا نبدأ دلوقتي فيديو تالت عن موضوع يعني وأنت جعان وأنت جعان طبعا عن الأكلات والمشروبات والأطعمة، وزي احنا بنقول مثلا ناكل ولا نشرب والحاجات دي بتاع الأكل وشرب. يعني ان شاء الله هنشوف مع بعض في الفيديو ده. يا ريت يفيدكم على حاجه، ما تنسوش لايك وسبسكرايب. ما تنسوش لايك وسبسكرايب. اصلا الحلقه ديت هعمل مجاني. اصلا هي 66 حلقه مدفوعه بفلوس، بس يا رب ان شاء الله الحلقه ديت بتفيدكم على خير. ويلا بينا نبدا من الاول. انت جعان كمول ابار. ايوه، الهدف الأساسي من الفيديو دوت إنك تعرف كلمات أساسيات في طلب المنيو، طبعا في الرestaurant، يعني في المطعم. بعدين بقى تعرف برضو الأرقام. احنا اتعلمنا قبل كده يعني. فهنشوف دلوقتي مثلا لو انت عايز اي حاجه بالاندونيسي، طبعا لازم تعتبر بالاندونيسي. يعني سايا ماو، انا عايز سايا ماو. او في كلمه فصيحه جدا تستخدم في الكتابه يعني، او ممكن في الحلقه رسميه جدا، اللي هي إنين. بس احنا بقى في يوم عادي يعني احنا بنقول كده ماو، سايا ماو. مثلا سيموراتي، سيمو إني، سيمو إيتو. لا، لازم تعتبر عن اللي جواك يعني. سايا ماو، الحتة الأولانية سايا ماو، أنا عايز ده سايا ماو إني، سيمو إيتو، سيمو إني، سيمو إيتو. سايا ماو مثلا تشتري أي حاجة في أي مكان، بس هنا نتعلم عن الأكل. خلينا نجرب. مثلا هحط صورة وهقرا الكتابة اللي فيها. يعني ini namanya nasi goreng. Dia dibuat dari nasi yang digoreng dengan telur dan daging serta bumbu. Harganya murah. أيوة، هنا مش حوار متبادل، بس هنا مكتوب الوصفة، مش الوصفة يعني أصلا definition، يعني تعريف عن أحد الأكل بتاعنا اسمه ناسي جورينج، الرز المقلي. شهير جدا حتى في طلاب العرب اللي هم جايين اندونيسيا يعرفوا الأكل ده. اسمه ناسي جورينج، الرز المقلي. ini namanya nasi goreng. ده اسمه nasi goreng أو رز المقلي. dia dibuat، هو صنع أو اتصنع أو مكوناته كده dari nasi yang digoreng، من الرز المقلي. dari nasi yang digoreng dengan telur يعني بالبيض، dan daging واللحمة serta bumbu والتوابل. في أنواع. أنا مش بتوع الطبخ قوي، بس يعني لو في وصفة هحطها كده في الوصف ممكن. dan daging serta bumbu. harganya murah. harga يعني السعر، murah رخص. طب هو ده الأساسيات. murah ومهل. في حاجتين، murah ومهل. يعني murah رخيص، مهل يعني تعتبر غالية، حاجة غالية يعني أعلى من النورمال يعني. كلمات مفردات أساسية اللي هي حاجة الأولانية ماكن ومنو. في كلمتين ماكن ومنو. ماكن يعني أنت بتاكل حاجة، ماكن ومنو. وقلتلكوا لسه يعني الأصل الأصيل، الكلمة اللي ما فيهاش زيادة، ما فيهاش إضافة لا في الأول ولا في الآخر. أحيانا معناها حاجتين، إما imperative أو فعل الأمر، أو ممكن فعل الماضي.
أو هي تستخدم بالعامية لمعنى الحال، للعامية بس. العامية احنا سمع كان كذا، بس احنا بنضيف كده حرف مش حرف اصلا، بنضيف كده لاجي. موضوع تاني ان شاء الله. مثلا انا دلوقتي حاليا اكل حاجة باللغة الإندونيسية الفصيحة احنا بنقول saya lagi لا saya sedang makan. كلمة اللي احنا بنستخدمها اللي هي sedang. sedang. وايه باللغة الإندونيسية العامية احنا بنقول lagi. saya lagi makan مثلا بدون زيادة أي حاجة. يعني saya lagi makan, saya lagi jalan, saya lagi berangkat, lagi كذا. هي تستخدم في المواقف الغير رسمية. لو انت عايز تكتب كتابة رسمية او ممكن رسالة خاصة للجنة مثلا او ممكن للشركات، فمتستخدمهاش، يعني متستخدمهاش خالص. احنا بنستخدمها في الحوار اليومي. ماشي، لاجي. فاحنا دلوقتي نتعلم عن برضو ازاي احنا بنبني مضارع في اللغة الإندونيسية. حاجتين، اما بلاجي او بسدام، والكلمة اللي بعدها تبقى على طول كده مضارع مفهوما في دماغنا، في الدماغ الاندونيسي. الدماغ الاندونيسية على طول احنا بنفكر انه ده حالي. يعني لو نزود كده حرف لو نزود كده حرف او لو نزود كده كلمة لاجي او سدن قبل الفعل، معناها صارت حاليا. يعني saya lagi makan, saya lagi minum, saya lagi makan ini, saya lagi makan itu, saya makan حاجات كتير. دي اساسيات بتاعت اللغة. لو في اسئلة اكتبولي في الكومنتس. احنا دلوقتي هنجرب حوار متبادل بيني وبينك، انا وانت. penjual pembeli. penjual يعني اللي بيبيع او بائع، pembeli مشتري، فانت البائع انا المشتري. ماشي، بس من الاول هقرأ كله تماما، بعدين هنكون كده حوار متبادل. ماشي. mau pesan apa mas? Saya mau nasi goreng dan es teh. Atau ya, saya mau nasi goreng dan es teh. Baik, ada tambahan mas? Enggak, itu saja. Ahyanan tidak au enggak. Baik, mohon ditunggu ya mas. Setelah selesai makan, ba'da ma khalasna pembeli. Jadi berapa semuanya? 50.000 rupiah mas. Baik, ini. Baik, terima kasih. terima kasih. اوكي. هنا في اصلا بعد ما قريت كده في ملاحظات كتير. الملاحظة الاولى، بص، يعني mau pesan apa mas? saya mau nasi goreng dan es teh. dan حتى كلمة dan دي هي فصحى قوي. يعني احيانا لما احنا بنتكلم كده عن انا عايز ده وده، او مثلا رز مع بيض ولا حاجات دي، او اما مع او احيانا في الحوار العادي احنا بنستخدم كده sama. يعني saya mau nasi goreng sama es teh. saya mau nasi goreng sama es teh. saya mau nasi goreng sama es teh. عارف ان كلمة سما اصلا باللغة الإندونيسية الفصيحة معناها سما، يعني نفس الحاجة. بس هنا بقى معناها في العامية احنا بنستخدم سما مش دن. يعني saya mau nasi goreng sama teh او saya mau nasi goreng sama es teh، ده تعتبر معنى مع او و. يعني عامية جدا يعني في المطعم. baik, ada tambahan mas? Oke. هو في زيادة، ada tambahan، ada يعني يوجد، هو يوجد tambahan يعني الزيادة. mas mas ديت كلمة احنا بنستخدمها للأخ الكبير.
أخ الكبير. بس برضو بنستخدمها في الحوار اللي هو إيه، حد غريب وإحنا بنناديه، مثلا صاحب محل كده، صاحب محل، صاحب متجر، صاحب إيه ريستوران، مطعم، إحنا ما نعرفوش أصلا، يعني هو حد غريب، إحنا بنستخدمها زي إيه، نعتبر إن هو أخ يعني. معلش يا أخ. أيوة كده، كأنك بتقول معلش يا أخ سامحنا. بتنادي تعال هنا. mau pesan apa mas? Ada tambahan mas? يعني في زيادة؟ لا مفيش زيادة. فمس انت تقدر تستخدمه برضو للشخص الغريب، راجل حد غريب، تعتبر احترام يعني. في برضو كلمات احترام بالاندونيسي للحد ايه، حد اللي هو سن الاب. عارف سن الاب يعني باين من شكله مثلا اللي هو اكبر شوية من المس يعني تعتبر اخ مثلا لحد 30 وكذا، يعني اكتر من كده مثلا باين شكله ان هو اب، يعني احنا بنقول بابا او با، يعني ميسي با يعني ده انسب، يعني ده انسب في الحوار مع حد شكله اكبر، يعني شكله اكبر في السن. احنا بنقول با او با يعني تقصير كده با. بس مس هنا تعتبر ان شكله ده زي سن، يعني مثلا 20 كذا او 30 كذا، يعني مش سن الاب. مش tidak itu saja. tidak احنا بنستخدمها في الحوار الرسمي. في الحوار غير الرسمي احسن احنا بنقول كده جا او نجا. احيانا تتكتب بنجا كده، احيانا تتكتب بكده جا. جا. itu aja. ملاحظة تانية saja كلمة ديت فصحى، احنا بنقول بالعامية aja. فجاء itu aja، جاء itu aja، لا هو ده وبس يعني. جاء itu aja، itu aja. احنا بنحب جدا نقصر الكلمة يعني ولا ايه دي؟ ماشي. baik, mohon ditunggu ya mas ya. Oke. Baik, mohon ditunggu ya. Mohon ditunggu. Baik yani tamam. Mohon ditunggu. Mohon yani rajaan. ditunggu يعني رجاء الانتظار يعني، أو معلش تستنى. يعني زي انت بتقول رجاء تستنى، مش يعني صف معلش الوقت احنا هنعمل ولازم تستنى. ماشي. setelah selesai makan، بعد ما خلصنا. اوكي. setelah selesai makan، setelah يعني بعد، selesai خلاص، makan يعني أكل، بعد ما الأكل خلص. jadi berapa semuanya؟ jadi berapa semuanya؟ يعني ده كله بكام؟ يعني الكل اللي احنا طلبناه ده بكام؟ jadi berapa semuanya؟ jadi berapa يعني الحصيل، العدد الأخير، berapa كم semuanya كل الحصيل الأخير كم يا فندم يعني. jadi berapa semuanya؟ 50.000 rupiah mas. 50.000 rupiah. ده برضو رسمي قوي. احنا بنقول بالعامي حوار عادي، حوار يومي بدون اي روبية ولا حاجة، يعني احنا بنقول بس الرقم مثلا. واحيانا برضو اقصر من كده، يعني حتى احنا بنقول بس 50. 1000 ما نذكروش يعني. فاحنا بنقول كده ممكن 50 بس، 50 معناه 50، مش 50 بس، لا 50,000. فهمت ازاي؟ يعني عشان العملة بتاعتنا دايما بتبدأ ب1000. ما ينفعش تقول مثلا ايه يعني في دولار دولارين، لا احنا عندنا دايما بتبدأ بال1000 يعني عملتنا. ف 50.000 mas، او مثلا نتذكر بس الرقم 50.000 mas. 50.000 baik nih nih، او اي حاجة يعني انت بتشير الى nih
يعني الfulus اللي في eidek nih. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Betul كده sama-sama معناه العفو. أيوة كده، عفو أو عفوا كده والله. فهنا بقى أنا لاحظت برضو، يعني لاحظت كتير في ملحوظات كتير، يعني ملاحظ كتيرة في الحتة دي. لو أقرأ تاني بالعامية تبقى كده. Ya, mau pesan apa mas? Mau nasi goreng sama es teh. Baik, ada tambahan mas? Enggak, itu aja. Baik, mohon ditunggu ya mas. Jadi berapa semuanya? 50.000 mas. 50.000 mas. Baik, ini. Ya, makasih. Ya, makasih. Oh, برضو ملاحظة الأخيرة. terima kasih أحيانا نقصرها تاني اللي هي makasih. makasih. makasih ya تقصير من terima kasih. أيوة كده. وصلنا لآخر الحلقة. ماشي، ده عن أكل والشرب. يا ريت الفيديو يفيدكم على حاجة. متنسوش لايك وسبسكرايب تاني. أنا هعمل الفيديو ده السلسلة ديت برضو مجانا. يا ريت السلسلة ديت تفيدكم على حاجة. وخلاص يعني أنا ما خدتش ولا فلوس ولا جنيه واحد ولا روبية واحدة. يا ريت تشتركوا في القناة وانشروا الفيديو لأي حد عرب اللي عايز يتعلم اللغة الإنجليزية. اشوفكم مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ماشي، باي باي. دادا دادا.